شوية قرص هتعمليهم زي السكر. اللهم بارك. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة لوحدها تتاكل كده من غير تسوية كمان. اللهم بارك. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. طلع كده فلاحي كده، اللهم بارك، لقمته كده ملحمة وزي العسل. كفاية بس ريحتها. معايا اللبن، كيلو واحد من اللبن. يا دوبك هدفيه زي دمعة العين، يعني تدفية بس. على الكيلو اللبن ده كوباية سكر. انا بحب الفطير بتاعي او القرص تكون حلوة مسكرة. يا كوباية سكر على الكيلو اللبن، وهدفيه زي دمعة العين، تدفية بس. الدقيق هنا نخناه، ده 2 كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين من الخميرة الفورية، معلقتين كبار مش مليانين، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. انا بقول على المقادير دي لل2 كيلو الدقيق. كده معايا زي الفل. السمنة بقى برضو هدفيها قد ايه يا اسماء سمنة؟ الكيلو الدقيق ليه 400 جرام من السمنة، انا عايزاها دايبة. طب انا مش عايزاها دايبة يا اسماء، يبقى كوباية سمنة اللي هي 250 جرام، تطلع قرص اللي هي ناشفة شوية. لكن انا بحب القرص بتاعتي او الفطير بتاعي يكون دايب. حاطه للكيلو 400 جرام، يعني الاتنين كيلو حاطه لهم 800 جرام من السمنه. انا دفيت السمنه برضو تدفيه مش اكتر زي اللبن. هاجي بقى هنا كده على الدقيق والخميره والبيكنج باودر ورشه الملح سنه، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل بالسمنه اللي انا دفتها على البوتاجاز شويه بشويه عشان ابس الدقيق. انا عايزه ابسه ويبقى مرمل كده زي الرمله، او عامل حبيبات زي الرمله بتاعه الشاطئ كده بتاعه البحر. بعد كده هنزل باللبن اللي انا حاطه له كوبايه سكر ودفيته على النار شويه بشويه. ما اخدش كيلو اللبن كله، اخد بالظبط كيلو الا ربع من اللبن. تنزلي كده شويه بشويه وتلمي العجينه بايديكي، شويه بشويه وتلمي العجينه لحد ما تلاقي العجينه نعمت قوي معاكي وزي الفل. خلاص وقفي كده اللبن عشان هو واخد سمنه ما شاء الله حلو، يعني مكتفي. وزي ما قلت لك انت مش بتحبي الحاجه دايبه، على عايزه القرص تبقى ناشفه شويه، يبقى كوبايه اللي هي كوبايه الشاي سمنه اللي هو 250 جرام. لكن انا عايزاه دايب بحط 400 جرام للكيلو. لل2 كيلو دول واخدين 800 جرام من السمنه الدافيه. هنا خلاص العجينه عايزه اقول لكم زبده ناعمه جدا. هجيب بوله واحطهم كده الومهم في قلب البوله، واغطيهم عادي بكيس عادي او فوطه، واسيبها ترتاح بس نص ساعه مش اكتر ترتاح. بعد نص ساعه هجيب كده حته عجينه، هسويها كده على الرخامه، وبعد كده هكورها للقرص اللي انت حباها الحجم، يعني سواء قرص كبيره قرص صغيره. هتكوري على حسب ما بتحبي، هتكوريها كده وتسويها علشان تطلع معاكي القرصه كده مدوره بالشكل ده. خلاص بقى الكميه كلها. عايزه اقول لك اللهم بارك 2 كيلو بيرمي معاكي قرص كتير جدا، يعني ما شاء الله ممكن تخشي لك في 80 او 90 قرصه بال2 كيلو. بصوا انا على طول اهو خلصت تكوير، اروح جايه على طول مبططه القرص واسيبها بقى تختمر كده مع نفسها ساعه بالظبط. يعني انا بسيبها بس لما اعجن بسيبها ترتاح مش اكتر، نص ساعه او ربع ساعه كمان ترتاح. وبعد كده بكورها وابططها واغطيها كده بمشمع او فوطه او شال كده ابيض، وتسيبيها ترتاح بالظبط ساعه. وبعد كده نسويها. بعد ساعه بقى شكلها اللهم بارك، شايفين حجمها تضاعف؟ بصوا الحجم بتاعها، شويه قرص والعجينه ملبن. على طول بقى كده حطيتها ونقشه كده بسيطه بالشوكه. اهم حاجه ما توصلش النقشه لتحت على الوش بس. وننزل بقى على التسويه. اللهم بارك. انا بعشق تسويه الصاج اللي هو الفرن الصاج بتاع زمان، التسويه بتاعته اللهم بارك. طبعا بحمل الفرن الاول واحط بقى جميع المعجنات بتاعتي. النار تكون وسط من تحت، ياخد تشميعه خفيفه جدا من تحت. وطبعا مشغله برضو الشوايه من فوق تشميعه بسيطه. وكل شويه اضير الصاج او الصواني لحد ما تاخد اللون القمر دي. شايفين اللقمه يا بنات؟ والله العظيم طعمه زي العسل. عايزه اقول لكم مش حاطه له سمسم ولا اي حاجه. بالف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.